السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية كده أكلة خفيفة جدا، غدا خفيف جدا وسهل وكله على بعضه، ما خدش حوالي نص ساعة بس في المطبخ. عملت شوية مكرونة شوية مكرونة سباكيتي كده بالصلصة، وشوية بطاطس محمرين بقى، وجنبهم شوية مخلل، وما شاء الله يعني الحمد لله على نعمة ربنا كلها. وكان الاكل طعمه جميل جدا ولذيذ، واللقمه والله البسيطه فيها خير وفيها بركه، ربنا يديم الخير والبركه على الجميع يا رب. آه الاكله كان طعمها حلو قوي، والبطاطس بقى زي ما انتم شايفين كده فاتحه وتحمير، وجنبهم شويه مخلل صغيرين. بس قبل ما نبدأ طبعا في اي حاجة بحب اشكر الناس الجميلة جدا 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 اللي علقت على الفيديوهات، شكرا بجد بجد من القلب. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة وتعليق زي العسل تاني بقى كده زيكم. هنا بقى انا حطيت الميه، طبعا قلت احط الميه للمكرونه بس الاول تغلي لحد ما تسخن شويه البخار يطلع منها. وهنا فرمت بصله كده كويسه حلوه، ومعاها قرن فلفل، ومعاها فصين توم. يعني البصله هنا انا عملتها معاها قرن فلفل وفصين توم بيدوا لصلصه المكرونه طعم. وهنا حطيت المكرونه الاسباجيتي، هنا دول كانوا اكتر من نص كيلو بشويه، طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. حطيت شويه ملح وشويه زيت، وهقلب بس هدي المكرونه تقليبه كده علشان ما تعجنش ببعضها. طبعا الزيت عشان ما يخليش المكرونه تعجن كده وتكون كلها ملزقه ببعضها. حطيت كده، كانت طبعا الميه غليت قبل ما احطها، يعني انا ما حطيتش المكرونه على ميه بارده، انا استنيت لحد ما غليت كده شويه وبعد كده حطيتها. هشوف بقى هنا البصل، كان البصل هنا برضو احمر، يعني سيبته بقى شوية لحد ما يحمر. نزلت عليه بمعلقة صلصة كده، صلصة لو عندك صلصة مفرزوها في الفريزر اللي هي التقيلة، او تشتري الصلصة اللي هي في اكياس او برطمان صلصة. احط بس معلقة صلصة وبعد كده هزود كمية الطماطم اللي انا هحطها، بتخلي بقى لون الصلصة بتاعك احمر كده، يعني لون الطبيخ احمر وحلو. ما تخليش لو الصلصة بتاعتك لو سوري الطماطم مش حمرا قوي مصفرة، تحطي معاهم معلقه صلصه. هنا كده كانت المكرونه اتسلقت طالعه كلها مفلفله، ما فيهوش حاجه، ما فيش مكرونه ملزقه في التانية ومستويه مظبوط مش معجنه. حطيت بقى هنا التوابل للصلصه، معلقه يعني معلقه سكر مثلا صغيره، نص معلقه سكر صغيره، والملح على حسب الرغبه، وكمون وفلفل ومكعب مرقه. ممكن تضيفي طبعا ده السكر اهم حاجه عشان الحموضه، ممكن تضيفي بعديها المرقه والملح، المرقه والكمون، سنه كمون كده على سنه فلفل، وتدوقي الملح بتاعها وتزودي الملح تدريجيا، او ان انت لو عارفه المعيار بتاع الملح اللي انت بتحطيه طبعا تحطي بثقه. هسيب بقى هنا الصلصه لحد ما تتسبك كده براحتها شويه، وهشوف هجهز البطاطس. جبت بطاطسيتين كده كبار، يعني كبار حجمهم كبير مش صغيرين، وهقشرهم وهقطعهم كويس. اقطع طبعا بحب البطاطس تكون متقطعه مش صغننه خالص، عشان ما تنشفش معاكي في الزيت. تقطعيها كده قطع كبيره شويه علشان لما تيجي تاكليها تكون طريه. هقشر الاتنين كده بسرعه، مش هعمل كتير لان انا بس عامله على قد الوجبه الغدا بس، واحنا طبعا عدد الافراد مش كتير، انتوا عدد ما شاء الله، يعني لو عدد الافراد كتير هتعملي بقى 2 3 4 على حسب ما انت عايزه. قلت اعملهم كده جنب المكرونه، البطاطس جنب المكرونه، او بيض برضو مسلوق جنبهم بيكون طعمهم حلو. هنا بقى الحتت الحمرا الصغننه ديت بشيلها مثلا بطرف السكينه زي كده، بدل ما انا اقعد اقشر فيها واخلص البطاطسيه كلها عليهم، بطلعها بطرف السكينه زي كده. هشطفهم بقى كويس وهقطعهم. هنا كده انا كنت شطفتهم، اقطعهم وارجع لكم. كده انا قطعتهم، هجهز بقى الزيت والحاجه. هنا كانت الصلصه اتسبكت شويه، يعني صلصه التسبيكه يعني كانت خدت سواها كده المظبوط. هجهز الزيت، هحط الزيت يغلي يسخن على النار كويس قبل ما احط عليه البطاطس. كان كده كويس.
طبعا انا حاطه كميه الزيت على قد البطاطس بالظبط، يعني مش حاطه كتير جدا ولا مقلله خالص. كده كانت الصلصه جهزت، وحطيت طبعا المكرونه، بس معلش ما ظهرتش في الفيديو وانا بحط عليها المكرونه. حطيتها وهسيبها على النار كده تتشوح شويه، وبعد كده هغرفها بقى. كده كانت المكرونه خلاص اتشوحت وتمام. هغرف بقى الاكل وارجع لكم. كده ده بقى كان الاكل النهائي. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. شويه مكرونه بسيطه جدا وخفيفه وسريعه برضو في نفس الوقت، وشويه بطاطس محمره جنبهم، وشويه المخلل زيتون وليمون يعني. كان عندي طبعا محطوطين في التلاجة جاهزين. والبطاطس طالعه بقى فاتحه كده وحلوه، مش غامقه. الزيت يكون نظيف، اهم حاجه زيت البطاطس طبعا يكون لوحده، زيت البانيه لوحده. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. تاني مره بشكر البنات العسل، واي حد بصراحه علق تعليق ايجابي او سلبي، مع اني ما شفتش بصراحه حد علق تعليق سلبي. شكرا للجميع. كده انا بقى خلصت الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.